بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا جماعة صينية من الآخر، صينية سوبر توفير بتتباع بره ب3000 جنيه. احنا هنعملها بأقل الإمكانيات وبأبسط التكاليف وبطعم في منتهى الجمال. خليكم معايا بقى خطوة خطوة كده، وكل سنة وانتم طيبين، وشوفوني هعمل ايه. معايا كمية من البصل، هحط زيت هنا في الحلة دي، وشوية بصل محترمين لخلطة المحشي، ومعايا هنا بصلاية صغيرة للرز بتاع الحمام الكداب. يبقى كده انا معايا خلطة المحشي، هقطع عليها فلفلاية كده تركة تديها طعم ولذاذة كده وانتي بتاكلي، فلفلاية سبايسي كده جميلة تخلي خلطة المحشي كده في منتهى الروعة. معايا كده لحد دلوقتي. والرز بتاع الحمام الكداب بمجرد البصلة ما تتدبل كده ببتدي احطه عليها. خلاص. طبعا رز الحمام الكداب بنحط عليه ملح وفلفل ورشة من القرفة، دي حاجة ضرورية. الاول بس هظبط المية بتاعته عشان اسويه 3/4 سوا، مش بسويه سوا كامل، بحط عليه مية تكفي 3/4 سوا زي ما احنا عارفين. وهبتدي اظبط الدنيا ان شاء الله. خلاص كده معايا. يبقى خلطة المحشي على النار، ومعايا الرز بتاع الحمام الكداب، وهبتدي اسقيه بالمية وشوية ملح وشوية فلفل، واغطي عليه واسيبه يستوي. بس كده. ومعايا طبعا الحمام الكداب انا متبلاه من قبليها بيوم، وكل حاجة مظبوطة كده. انا ظبطت المية بتاعته، وهبتدي اغطي عليه علشان يستوي. يبقى عندنا ملح وفلفل، وهنحط دلوقتي رشة من القرفة، دي حاجة ضرورية جدا. وهنسيبه يستوي كويس. وخلطة المحشي برضو شغالة على البوتاجاز لحد ما البصلة توصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. ابتدي احط الطماطم، مش متصفية طبعا لان المحشي ما بنصفلوش الطماطم. وهبتدي احط بهارات المحشي. بهارات المحشي عبارة عن ملح وفلفل وكزبرة وكمون، والسبع بهارات، ومعلقة من النعناع الناشف. خلاص كده رز الحمام الكداب خلص معايا. هسيبه علشان يبرد تماما. التكة بقى الحلوة ان لازم يتحط له شوية بصل نيين بحبة فلفل اسود، دي بتقلب طعم وبتخليه يروح في حتة تانية، وبيبقى زي المطاعم بالظبط. بتاكليه كأنك بتاكليه في المطاعم. ما تكتفيش بالبصلة اللي انت حطيتيها في الاول، تحطي بصلاية صغيرة نية بحبة فلفل عليه، وتسيبيه يبرد تماما علشان نحشيه. تالت حاجة هعملها هنا هي الخلطة بتاعة الكبد. بحط بصلاية صغيرة ادبلها كده، واكون غاسله الكبد كويس، كبد الفراخ غسلها غسله تمام. اول ما البصلايه تدبل بنزل عليها بالكبد بتاعتي، بالكبد اللي عندي، واتبلها بشويه ملح وشويه فلفل. الكبد دي مغسوله وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه الكبد صحيحه مش متقطعه علشان شكلها في التقديم يبقى حلو. خلاص كده بديها تقليبه لان عايزاها تنزل ميتها وتشرب الميه منها فيها على نار هاديه وتستوي سوا حلو. وعايزه ليها صوص، عايزه يبقى ليها صوص، شويه ملح وشويه فلفل كده. خلاص الكبد خلصت معايا، وهسيبها تشتغل على النار علشان باذن الله تستوي وتبقى زي الفل معايا. كده خلصنا خلطة المحشي، صلصة المحشي ورز الحمام الكداب والكبد. ادي كده 3 حاجات خلصنا منهم. ابتدي احط بقى الايه الصلصة اتسبكت اهي. ابتدي احط الرز والخضرة علشان ابدأ في حشو المحشي. الرز مغسول ومتصفي زي الفل. هنقلبه. وبعدين عندي هنا الخضرة برضو مغسولة ومتقطعة تمام ومصفية من المية بتاعتها عشان ما يبقاش في مية كتير في خلطة المحشي. مظبوط.
خطوات سريعة وجميلة ومش هتاخد منكم وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. خلاص كده كده انا خلصت من خلطة المحشي، جاهزة على الحشو. يبقى كده مش فاضل غير الكفتة والحمام الكداب. قدامنا حاجتين اتنين. الحمام الكداب خلصناه هنحشيه، بس خلصنا الرز بتاعه. هنا برضو في المحشي ادوني لايك بقى على الحركة دي. لازم خلطة المحشي يتحط لها بصلاية نية بشوية فلفل، مش البصل اللي بنسويه بس، برضو بتنقلها لحتة تانية وبتخلي طعمها فارق جدا. ده ربع كوباية من الفول الصويا، وده ربع كيلو فقط من اللحمة. هسيب لكم اللينك بتاع فيديو التفريز، هي نفس الكفتة اللي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو التفريز. هتشوفوها وتعملوها. عايزاها تنعم كويس جدا عشان اعرف اشكلها واحطها في صينية. زي ما انتوا شايفين كده نعمناها كويس في الكبة جدا، لان الكفتة بتحب تبقى ناعمة علشان تتشكل كويس وتستوي كويس. كده المحشي اتحشى والكفتة خلصت والكبد خلصت، مش ناقص غير الحمام الكداب. زي ما قلنا انا متبلاه من قبلها بيوم، معانا اهو على الحشو على طول. هنحشيه ونقفله بالخلة، وحاطه ميه بتغلي وهنحطه يتسلق ويبقى مظبوط على التحمير على طول باذن الله. انا بحشيه اهوت رز زي الفل، طالع سواه هايل، 3/4 سوا ومفلفل وجميل، ان شاء الله يكمل سواه فيه. عندنا بقى رابع حاجه اللسان العصفور. كيس من لسان العصفور في شويه سمن على زيت، حبه سمن حلوين وشويه زيت كده علشان يطلع مفلفل. اللي كان في الصينيه ده يا جماعه مش رز بسمتي، ده لسان عصفور، احلى كمان من الرز البسمتي. وادي المحشي معانا بيستوي اهو، شغال على النار وبحمر لسان العصفور. لسان عصفور بس، مش معاه اي اضافات تانية، لحد اما بوصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه الجميل ده. ودايما ايديا تبقى فيه بقلبه. بحط عود قرفة خشب وبهارات كبسة، كده اتحول لرز بسمتي تماما. يعني اللي ياكله مش هيفرقه عن الرز البسمتي، اما تتحط عليه بهارات الكبسة وعود القرفة ده، حاجة كده في منتهى الجمال. وجنبي اهي شوربة بتغلي، لازم تكون بتغلي، ما نحطهاش باردة لإلا هيتعجن. اول ما التوابل بس بتاعه الكبسه والقرفه تطلع ريحتها كده في السمنه، ببتدي اظبط عليه الشوربه زي الرز بالظبط، سواه عادي زي الرز. بس في ملاحظه هنا، اول ما بيشرب الميه بحط شياطه تحتيه. كده خلاص طلعت الحمام الكداب من الشوربه، ببتدي ادهنه بشويه سمنه، والكفته بحط لها حته سمنه علشان اجهزهم لدخول الفرن. هيتحمروا في الفرن، هياخدوا حوالي نص ساعه تقريبا، يعني مش هيغيبوا جوه الفرن، هيبقى شكلهم حلو جدا ويستووا سوا مظبوط. ادي يا جماعه كل الاصناف خلصت معايا، والحاجه تمام، والمحشي استوى وزي الفل، شغلنا ماشي مظبوط. وادي كمان الكبد بالصوص بتاعها معانا اهي، ريحتها روعه، متبله كويس، والصوص بتاعها بني في منتهى الجمال. ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ اظن بقى سوبر توفير. كل سنه وانتم طيبين. لازم تعتمدوا الصينيه دي لرمضان، وتدوني لايك وشير وسبسكرايب للقناه. تحياتي ليكم.